لو عندك جوز الهند في البيت، تعالى أقولك تعملي أسرع حلوى ممكن تعمليها لولادك في 10 دقايق، وسهلة جدا كمان. لو جالك أي ضيف تقومي تعمليها على طول بسرعة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير والحلاوة والجمال والطعم الحلاوة دي. في بولة عندك هنا هتنزلي ب 300 جرام من جوز الهند، بس الناعم مش الخشن. الغلطة اللي أنا وقعت فيها حبيت أقولها لكم قبل ما تعملي الطريقة دي، هي جوز الهند الناعم مش الخشن. ماشي. وبعد كده هنزل عليه ب100 جرام من السكر الباودر، مش برضو الخشن اللي هو الحبيبات، لا أنا عايزاه باودر. علشان هتتعجن معاكي لازم ما تكونش مفتفتة، فمش هتعرف تتعجن. بس كده نزلت بالمية جرام بتوع السكر، يمكن هنا على مرتين. وبعد كده هتقلبيهم، وهتنزلي بقى بكيس فانيليا عشان برضه بتنكهي الطعم كده. وكمان لو عندك برتقانايه ناخد القشره بتاعتها، ما عندكيش ممكن تاخدي بشر الليمون. هو برضو كل الحاجات دي بتعزز طعم الحاجة. فانا هنا جبت برتقانايه ورحت بشرة القشر بتاعها. وكمان مش هستكفي بكده، انا برضو هاخد نص البرتقانايه، العصير بتاع نص برتقانايه برضو. بس الاول انا بشرتها عشان اخد البشر بتاعها واقلبه معاه. ماشي كده. هنزل الاول ب3 بيضات، وهقلب كويس جدا. وهنزل بقى بنص البرتقال، عصير نص البرتقانية، عشان الزفارة تتمنع خالص من زفارة البيض من الطريقة دي، او من الحلوى اللي انا هعملها دي. وانتوا عارفين ان البيض دايما عشان الزفارة بنحب نحط اما قشر برتقان او ليمون فانيليا. كل الحاجات دي بتساعد على منع الزفارة والتبان في قلب الاكلة اللي انت بتاكليها، ان كان كيك او اي حلويات. بصي بايديا كده بس كده، وعصرتها كده يا دوبك، خدت بس كده حوالي معلقتين منها. تقلبي بقى وتفضلي تعجني تعجني لغاية لما تتكور معاكي. وبعد كده بتمسكي بقى قطعة قطعة تكوريها كور، وهتجيبي صينية تكون فيها ورق زبدة، وهتبتدي تلفي كورة كورة وتحطيها. ما تخافيش، هي مش هتفرش اصلا. فانت تحطيهم جنب بعض، بتسيبي مسافة بس مسافة بسيطة، وتروحي حطاهم ورصاهم في في الصينية او في الصاج بتاعك زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. على فكرة الموضوع سهل جدا وبسيط، وممكن تقومي في ثواني. بقولك ما كملتش اصلا، بتقعد في البوتاجاز اصلا مش هتكمل 10 دقايق، وهتتعمل على درجة حرارة 200. هي اصلا هتحمر في ساعتها، ما تخافوش خالص. بس طبعا تراقبوها لان هي ما بتاخدش وقت، يعني ما ينفعش تسيبوها وتخرجوا بره المطبخ، لازم تتابعوها لان ما بتاخدش وقت خالص. بس كده. بعد بقى ما هبتدي ان انا ارص كل الكور، هدخلها زي ما قلت لكم في درجة حرارة 200 درجة، وفي ثواني هتكون، مفيش 10 دقايق هتكون خرجت على طول. بس كده. انت عايزة تاكليها بالطريقة بالمنظر الجميل ده براحتك، لكن انا حبيت ان انا اعزز برضو طعمها بان انا كان عندي مربى، رحت مسقسقاها في المربى علشان اديها بقى طعم اكتر. انا كان عندي هنا مربى فراولة، يا دوبك رحت بص هي كانت سايلة عشان كده. لك لو لقيتيها مجمدة معاكي ممكن بس في الميكرويف بس تعمليها شوية، هتبتدي انها تسيل منك. تروحي انت بقى مسقسقة الوش زي ما انتم شايفين، وتروحي رشة الوش كده بحبة جوزة الهند. وهسيبت حبة برضو على جنب الناس اللي ما بتحبش المربى. بس كده. عملتها وعجبت الولاد جدا، وبصراحة طلبوها مني ان اعملها لهم تاني. اعمليها وجربيها وان شاء الله هتعجبك وهتبقى حلوة جدا وهتعمليها على طول. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.